ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الكاوبويز او رعاة البقر، مين فينا وهو صغير ما كانش نفسه يبقى كده؟ انا ذات نفسي وانا صغير تخيلت نفسي كذا مره كاوبوي، وده لعده اسباب اهمهم الفلوس. وبمناسبه حديثنا عن الكاوبويز، فالنهارده هنتكلم عن اكتر شخصيه كاريزما في عالم الكاوبويز، الا وهو ارثر مورجان. ان شاء الله دي هتكون سلسله جديده، هتكون عباره ان انا هقول لكم على شخصيات مثلا في المنتدى وانتوا تختاروا ما بينهم، واكتر شخصيه تجيب فوت هي اللي هنتكلم عليها الفيديو اللي بعده. والسلسله دي هحكي لكم قصه الشخصيه وازاي هم جات لهم الفكره الشخصيه دي اصلا، وازاي كانت المفروض يبقى شكلها من البدايه. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا عاوزين السلسله دي يبقى اسمها ايه، واسم الشخصيه اللي عاوزينها الفيديو الجاي. ارثر مورجان اتولد سنه 1963. امه ماتت وهو صغير، وابوه كان شخص مجرم، وللاسف هو كمان ودع الملعب مع عمه، وده اللي خلى ارثر يخش حياه العصابات بدري جدا. ولكن وهو عنده 14 سنه قابل واحد اسمه داتش فاندرلاند، واللي هنسميه داتش اختصار للوقت، واللي كان معاه واحد كمان اسمه هوسيا ماثيوز، واللي هنسميه ماثيوز اختصار للوقت. المهم الاتنين دول اخدوا ارثر وربوه زي ابنهم بالظبط، وعلموه اصول السرقه، وعلموه القانون بتاعهم، واللي هو نسرق من اغنياء علشان نعيش ونقف ضد الحكومه والفساد. وفعلا ارثر كبر وعاش حياته وسط عصابه فاندرلاند. ده غير كمان انه بقى الرجل التاني بعد داتش في العصابه، وداتش كان معروف عنه قد ايه هو قاسي وقاسي، الا مع حاجتين بس: الاطفال والناس الغلابه. وارثر كان بيعتبره زي ابوه لان هو اللي رباه ولمه من الشوارع. ولكن زي ما احنا عارفين مفيش حاجه بتفضل مكمله حلوه للاخر، وده لانه واحده واحده داتش بدا ينهار ويبان ان هو مش بيدور على العداله، لا هو بيدور على السلطه والفلوس. وده اللي خلى ارثر يبدا يشك فيه. وخلال احداث اللعبه ارثر للاسف بيتصاب بمرض السل، واللي ما كانش ليه علاج ساعتها. وهنا حياه ارثر بتتحول 180 درجه، لانه بيبدا يفكر في الناس اللي ظلمه والحاجات الوحشه اللي عملها. وارثر دخل في صراع كبير ما بين حاجتين: انه يفضل مخلص لداتش ابوه اللي رباه، او يرجع عن اللي هو بيعمله وينقذ اللي يقدر ينقذهم. والشيء ده بيتحدد على حسب اختياراتك انت كلاعب في اللعبه، هل هتلعب بشرف ولا كشرير. وكعاده روك ستار في معظم العابها، روك ستار بتديك اكتر من نهايه في اللعبه. فعلى سبيل المثال لو اخترت ان انت تعيش بشرف، ففي النهايه ارثر هيموت وهو بيشوف شروق الشمس، وده بعد ما ساعد شخصيه اسمها جون انها تهرب من العصابه. اما بقى لو انت هتعيش حياتك واطي وبني ادم شرير، فانت هتموت ابشع طريقه، وان هو بيموت على ايد واحد اسمه ميكا، وده كان شخصيه خاينه في العصابه. وبكده تكون عرفت قصه ارثر مورجان. ولكن ازاي جت لروك ستار فكره الشخصيه العظيمه دي؟ القصه بتبتدي لما شركه روك ستار كانت عاوزه تعمل جزء تاني للعبه ريد ديد ريديمشن، وده بسبب النجاح الكبير اللي حققته لعبه ريد ديد ريديمشن 1. لان انت لو شفت الفتره بتاعت الالعاب دي، او حتى يعني الفتره بتاعتنا دلوقتي، مش هتلاقي لعبه بتحاكي الوايلد ويست زي لعبه ريد ديد. ففعلا اللعبه كانت ساعتها عامله محاكاه كويسه للغرب الامريكي زمان. المهم شركه روك ستار ساعتها كان عندها تحدي كبير، وهم انه يعملوا بطل يحبب الناس في اللعبه او الجزء الجديد بتاع اللعبه. وده لانه كان في الجزء الاول لو فاكرين في بطل يعني اقل ما يقال عنه يعني ان هو كاريزما، الا وهو جون مارستون. والشخصيه دي يا جدعان اقسم بالله العظيم يعني افشخ بني ادم ممكن تشوفه في حياتك. حرفيا كان كل مشهد يطلع فيه من اللعبة كان مليان كاريزما واكشن كده، ويحسسك بهيبة الشخصية. علشان كده شركة روك ستار كان قدامها طريقين: يا تعمل شخصية وتطلع اسوأ من جون مارستون والناس هتكره اللعبة، يا يعملوا بطل جديد ويبقى احسن من جون مارستون والناس تحب اللعبة. وهنا جت شخصية ارثر مورجان. والفكرة ان هما كانوا عاوزين يعملوا شخصية ناضجة، مش شاب لسه صغير ومتهور، علشان يقدروا يحسسوك بشعور مختلف وانت بتلعب اللعبة، انك يعني شخص كبير مش شاب لسه صغير عندك مساحه للتطور، لا خلاص انت في ايامك الاخيره. والجميل هنا ان شركه روك ستار على عكس يعني بقيه الالعاب، هم قضوا وقت كبير قوي او سنين طويله يكتبوا شخصيه ارثر مورجان دي. ده غير ان هم فضلوا يجربوا في حوارات كتير علشان يحسسوك قد ايه الشخصيه دي ناضجه وشخصيه كبيره ومختلفه عن جون مارستون، وحاولوا يحسسوك مدى الاختلاف الكبير اللي ما بينهم، حتى لو في جمله او نبره صوت او حاجه زي كده. ده غير ان الممثل روجر كلارك او اللي هو ادى اداء الصوتي والجسدي بتاع شخصيه ارثر مورجان، قضى حوالي 5 سنين بيعمل الاداء الجسدي والصوتي لشخصيه ارثر مورجان بس. فتخيل كميه التعب اللي اتعمل عشان يطلعوا شخصيه شبه ارثر مورجان تكون بس مش بطل لقصه او حاجه، لا يكون شخصيه كاريزما فعلا. فصراحه شابوه لشركه روك ستار والممثل اللي عمل دور ارثر مورجان. ننتقل بقى لاخر جزء في الفيديو، واللي هو الشكل المبدئي لشخصيه ارثر مورجان. واللي هصدمك هنا ان الشكل المبدئي لارثر مورجان ما كانش زي اللي احنا شفناه خالص. بس خلونا قبل ما نبدا نفصل الشكل الحالي بتاع ارثر
ارسن مورجان او الشكل اللي ظهر لنا بيه. لو جيت تبص لارسن مورجان فهو شخص بيلعب في الاربعينات، عنده دقن ومش مهتم بنفسه قوي يعني، على عكس بقى الشكل اللي كانت الشركه عاوزاه يتعمل عليه في الاول، الا وهو شكل راعي البقر الوسيم، واللي كان هيكون شكله كالاتي: دقن صغيره وشكل وسيم وهدوم نظيفه، يعني كانك بتشوف واحد من هوليوود. ولكن الحمد لله شركه روك ستار قالت للمصممين ايه الخرا اللي انتوا عاملينه ده، ورفضوا ان يكون شكل ارثر مورجان بالشكل ده، لانهم كانوا عاوزين يبينوا ان هو راجل حقيقي، يعني شخص يكون باين عليه المرمطه والشقه من صغره، ويكون على وشه شويه ندبات كده بحيث ان هو يبان ان هو خطير يعني. وده اللي خلى ارثر مورجان يظهر لنا بالشكل اللي كلنا حبناه، يعني راجل خشن لكن في نفس الوقت كاريزما. في النهايه شخصيه ارثر مورجان هي واحده من اعظم واجمد الشخصيات اللي اتعملت في عالم الالعاب كله، فاكتب لي رايك في الكومنتات في شخصيه ارثر مورجان، واكتب لي كمان لو عاوز شخصيه تانية نعمل عنها فيديو. وبس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفولو على الانستجرام وتتفرج على الفيديو اللي قبل ده، والسلام.